نقعد مع بعض. أيضا هذه دعوة حالمة، لكن على أرض الواقع هناك تناقضات جمة بين المكونات الرئيسية لهذا الحراك. يعني ربما ننتقل إلى وجهة نظر أخرى. البعض يرى ما يحدث في مصر من زاوية أخرى. معتز بالله عبد الفتاح على سبيل المثال يقول أن مصر دخلت الجيل الرابع من الحروب، وهي حروب تفتيت مصر من داخلها بأيدي ربما ما يصفه بأنه أعدائها يذكون تناقضات في مصر، يذكون صراعات في مصر حتى تنهار من الداخل. مصر ما بتنهارش من الداخل. مصر دي لها تاريخ. مصر دي كانت قبل معتز بالله عبد الفتاح وبقي بعده. انا شايف ان احنا النهارده بالعكس، احنا اللي قدامنا النهارده هي تنظيف. التنظيف مؤلم، الجرح غائر، وكان في صديد، والصديد ريحته وحشه وكان لازم يطلع. لكن اللي بيحصل حاليا تنظيف لكيان المجتمع المصري. صحيح انه بيخرج دلوقتي أسوأ ما فينا، لكن بيخرج عشان كلنا نكتشف ان احنا ما يرضيناش ان احنا نعيش كده. حضرتك انا وانت وكثير زينا النهارده مش راضيين بالتردي الاخلاقي اللي موجود في الشارع المصري، مش راضيين بالاقصائيه اللي موجوده في الشعب المصري، مش راضيين بفكره انت شعب وانا شعب. الناس ما عادتش راضيه بيها. النهارده الانقلاب هو احد القوى الاساسيه للتظاهر في مصر، هو داعم اساسي للتظاهر في مصر بسوء افعاله وبسوء تصرفاته. شكرا جزيلا لك الدكتور باسم خفاجي، مؤسس التحالف المصري ورئيس حزب التغيير تحت التأسيس. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.